نحو تتويج بالنسبة لأمير كرمة وأيضا لمعين الشعباني الذي يريد أن يكون موسما بالعلامة الكاملة. أول ضربة ترجيحية ستكون من جانب فريق أولمبيك أسفي، يستعد للتنفيذ عبد الله ديارة أمامه منير محمدي. عبد الله ديارة يتقدم يسدد والهدف الأول 1-0 تقدم فريق أولمبيك أسفي 1-0. بداية تسجيل في نهائي مثير، سعادة للخماطر التقني للوسيس، كرة في جهة والحارس في جهة وديارة يضع لمسة أولى، لمسة مسفيوية. ضربة ترجيحية الأولى من جانب فريق نهضة بركان. لعب ضربتي جزاء في هذا اللقاء، الأولى سجلت والثانية ضاعت. العميد يوسف دايو البوركينابي يعود للخلف أمامه خالد كبير العلوي. يوسف دايو يتقدم يسدد والكرة في الشباك، كرة في الشباك بثقة نفس عالية، يتمكن من تعديل الكفة. 1-1 الآن، 1-1. حارس في جهة والكرة في جهة، نفذت ببراعة. ضربة ترجيحية ثانية أولمبيك أسفي، محاولة التسديد وتضيع، تضيع إلى خارج رقعة الملعب. مشط يضيعها، لم يكن أحد يتوقعها بهذه الكيفية من يوسف مشط. لعب الكرة الزاوية البعيدة، سدد لكن كورته إلى خارج رقعة الملعب. يوسف مشط 26 سنة يضيع. حسرة مناصرين في المدرجات، فرحة آخرين أيضا. ضربة ترجيحية تالية لفريقه نهضة البركانية. ونشوفوا عماد رياحي، عماد رياحي يستعد للتنفيذ أمامه خالد كبير العلوي. يتقدم عماد، يتقدم ويضيع، يضيع ضربة ترجيحية. ولا واحد توقع بهذه الكيفية في العارضة الأفقية. اليوم سيناريو رهيب لنهائي مثير، من سيتوج باللقب؟ كانت عالية، ارتطمت بالعارضة الأفقية. عماد الرياحي يضيع، لكن يلقى الدعم من العميد من يوسف دايو. 1-1 ضياع ضربة ترجيحية من جانب كل فريق. الكرة الثالثة أو الضربة الترجيحية الثالثة الآن، السلسلة الأولى. استعداد للتنفيذ، جول ويسجل. كيف هو الحال بالنسبة للمناصرين، كيف يتفاعلون مع كل صغيرة وكل كبيرة، كل خطوة، كل كرة. كرة في الشباك، كرة في الشباك. أولمبيك أسفي يعود ويحقق هدفا آخر. 2-1 الآن. ضربة ترجيحية ثالثة، حمزة الموسوي يسعى لتنفيذ هذه الكرة.
جلال جيد يراقب. خالد كبير العلوي يعود للخلف. حمزة الموساوي هادئ تماما، لا يتسرع، يتقدم، يسدد، والكرة في الشباك. كرة في الشباك لفريق نهضة بركان. نعم، موساوي يضع الكرة في الشباك، لعبها ببراعة، اختار الزاوية المناسبة ويعدل الكف. فرحة البدلاء. التريث، الهدوء، التركيز وعدم التسرع، هذا ما يتطلب أو يتطلبه الأمر في ضربات الترجيح، أن تكون هادئا. ضربة ترجيحية مصفيوية تسجل، كرة في الشباك، كرة في الشباك. فرحة بتواجد القوة، تسديدة من سهيل يشو، اختارها في الزاوية المناسبة. أمين الكرمة كيف تفاعل. من سيكون صاحب اللقب؟ هل هو فريق نهضة بركان أم فريق أولمبيك أسفي؟ من سيتوج باللقب؟ الدعاء هنا وهناك. محمد مرابط انطلق بقوة في أسفي، والآن بخميس النهضة البركاني يضع الكرة في الشباك ويعتذر من الجماهير. من يحتفل كما قلت هو يعلم جيدا على أنه لعب بمدينة أسفي وقدم نفسه بمدينة أسفي، والآن هو مع واجب القميص البرتقالي فريق النهضة البركانية. ولاحظوا كيف حيا الجماهير، جماهير فريق أولمبيك أسفي. معين الشعباني بردة فعل، صور معبرة، صور معبرة. أنت تتحدث عن نهائي كأس العرش. أولمبيك أسفي مرة أخرى، تسديدة في المقاس وفي الشباك، في الشباك. يستمر الطموح. منير بحمدي يراقب كما تراقب الجماهير المتابعة لهذه الكرة تحديدا. سعد مرسلي اختارها بعناية ووضعها في الشباك. من يخطئ سيفقد لقب. ضربة ترجيحية إلى استشهاد سانتوس، غادي يمشيو للسلسلة الثانية. إلى ضيع اللقب سيكون من نصيب فريق أولمبيك أسفي. سانتوس البرازيلي يتقدم، يتريث، يسدد، جول 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 جول. كان خالد كبيري علوي قريب من إبعادها، مشى الكرة لمسها بأطراف الأصابع، لكن قوة التسديدة. شوفوا هنا تدخل، بعد ذلك تتوجه مباشرة صوب المرمى. وجماهير تتحسر، جماهير أولمبيك أسفي بعد أن سجل الهدف الماضي. الآن السلسلة الثانية، كرة أولمبيك أسفي. الانتظار، ضربة ترجيحية سادسة، تقدم، تسديد والهدف. يسجل أنس نقيطي، يسجل هدف.
هذا أنس كيف لعبها، كيف تعامل معها، وضع في الشباك. الآن الضغط، كلما يسجل فريق أولمبيك أسفي ينتقل الضغط لفريق النهضة البركاني، لأنه مطالب بالتسجيل، أن يضيع سيضيع لقب، أن يسجل سيواصل المسير، سيواصل هذا الحوار. ضربة ترجيحية لفريق النهضة البركانية، والانتظارات يوسف الزغودي يراقب، أمامه خالد كبير العلوي. ضربة ترجيحية مهمة للنهضة البركانية، لم يبتعد كثيرا. زغودي يتقدم يسدد، والكرة في الشباك، كرة في الشباك، التعديل. لا يزال الحوار مستمر، لا يزال هذا الحوار مستمر. من سيفوز بعد التعادل في الوقت القانوني والانتقال للشوط الإضافي الأول والثاني والمرور لضربات الترجيحية؟ لا يزال الأمر على ما هو عليه. 5-5. زكريا الهبطي، منير حمدي، لحظة تشد الأنفاس. الجماهير تراقب. الهبطي يتقدم يسدد، والكرة في الشباك، يسجل. الضغط ينتقل لفريق النهضة البركانية. من سيحصل على هذه الكأس الغالية؟ من سيرفعها عاليا؟ وهذه المرة من يدي صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد. جماهير في المدرجات تتفاعل. 6-5، والضغط على فريق النهضة البركاني الآن. عبد الحق عسال أمامه خالد كبير العلوي. ضربة الترجيح، عسال يتقدم يسدد، كيف ضيع! يمنح اللقب لأولمبيك أسفي. لأول مرة في تاريخ فريق أولمبيك أسفي يتوج بلقب كأس العرش في نهائي الأحلام. أسفي اليوم لن تنام، أسفي اليوم ستكون سعيدا لا محالة. اللقب مسفيوي، اللقب للأولمبيك. مقابلة لعبت حتى الأنفاس الأخيرة. ماذا هناك؟ حوار مع جلال جيد، تنفيذ أبدا بهذه الكيفية. نشوف هنا تدخل، نشوف هنا تواجد الحارس، ثم استلام هذه الكرة. لعبات من عبد الحق عسال صوب الحارس، لم تنتهي على ما يبدو. نحن نتابع هذه الفرحة، ولكن الآن تأتي الصافرة. نعم، يسدل الستار وجلال